لنقي سرطان الرئة عادة يظهر في المرحلة الرابعة، في ذلك الوقت يصبح غير قابل للعلاج. معظم الحالات ستكون نتيجة إدارة سرطان الرئة سيئة جدا، لذلك يجب اكتشاف سرطان الرئة في المراحل المبكرة. لذلك في معظم الأوقات سيكون سرطان الرئة بدون أعراض في المرحلة الأولى والثانية. نحتاج إلى فحص سرطان الرئة لأولئك الذين لديهم عوامل خطر عالية: المدخنون بكثافة، الذين يدخنون أكثر من علبة سجائر لأكثر من 15 سنة، أو لديهم تاريخ عائلي لسرطان الرئة أو أي نوع من السرطان. هؤلاء المرضى يحتاجون إلى الخضوع لفحص سرطان الرئة لاكتشافه في المراحل المبكرة، حيث يمكننا تقديم علاج شاف وزيادة معدل البقاء. لذلك نحن نستخدم العديد من الأدوات لتشخيص ذلك. أداة الفحص هي التصوير المقطعي منخفض الجرعة. هذه هي أداة الفحص الأكثر شيوعاً لاستخدامها في فحص سرطان الرئة. بمجرد أن نكتشف أي عقدة أو شيء غير طبيعي، يمكننا إجراء تقييم إضافي باستخدام التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني أو التصوير المقطعي، ويمكننا أيضاً إجراء خزعة من خلال تنظير القصبات، أو باستخدام الموجات فوق الصوتية الموجهة عبر القصبات أو خزعة فاس، حتى نتمكن من اكتشاف وتشخيص سرطان الرئة في المرحلة الأولى والثانية، مما يمكننا من تقديم علاج شاف يزيد من معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات إلى أكثر من 70 إلى 80%. عادة ما يظهر سرطان الرئة في المرحلة الرابعة. معدل البقاء على قيد الحياة يكون فقط بين 3 إلى 5%.